السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير متتابعين الكرام. معكم توتا قناة عالم توتا المتنوع. راني جيتكم من بعد غياب طويل، من بعد ماشي غياب طويل زعما عن الاخر، عن المشغولات اليدويه. جيتكم اليوم مشروع جد سهل وبسيط ومن مكونات بسيطه، من اشياء بسيطه، من مثلا كبه نتاع الصوف وكروشي رقم 3، رقم 1 عفوا، استغفر الله، رقم 1 ان شاء الله يكون باين الكاميرا، رقم 1.66. المهم ما نطولش عليكم، نبدا معكم. سمحوا لي على الخلل. المهم شوفوا معايا، راح نخدم معكم اليوم هاد الشوشه تاع الشعر تاع الاطفال بطريقه سهله وجد بسيطه. راح نبدا معكم، وراح كما راكم تشوفوا معايا راح نخدم معكم هاد البياسه. هي الاولى. هذه كاس عندي مخدومه باه كما نقولوا باه تعرفوا كيف تخدموا من البدايه، ماشي غير قال يلا وخدم. انا كنت رايحه نحط لها كيما هذا هو الاول، هذا كل طبقه هذه هي الاولى صح، هكا باللون هذا الوردي الغوز بصح. كنت حابه نحطها بالابيض بصح دوكا نسيت وخدمتها هذا بالاخر استغفر الله. هذه كانت عندي وحده مخدومه، راح نبدا معاكم وحده باه ما تعرفوا. اول حاجه راح نبدا بالصلاه والسلام على رسول الله. سمحوا لي، اول حاجه راح نبدا بسم الله، بعد الصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. بسم الله، ان شاء الله تكون واضحه الكاميرا. اول حاجه راح نبدا بسلسله من 6 غرز، 1 2 3 4 5 6. سمحوا لي انا نسيت التصوير بزاف ما صورش. بعد ما نخدموا هذيك 6 غرز، شوف هنا 1 2 3 4 5 6، راح نبداو مع هذيك الغرزه. نروحوا لهذيك الغرزه الاولى، هكا نخشوا فيها هذاك الاخر كروشي ونخرجوا هكا بغرزه، نحو هذاك الخيط هذاك نقطعوه، حاجه نقص ونقطع هذاك الزائد، وراح نكمل. راح نبدا اول غرزه ندخلوا بعمود، العمود الاول، ونخدموا هكا بشكل عادي. بعد العمود الثاني ان شاء الله يكون واضح لكم. بعد العمود الثالث في نفس هذيك كيما نقولوا الدويره، العمود الثالث والعمود الرابع. سمحوا لي على التصوير. والعمود الخامس والعمود السادس والعمود السابع. يعني هنا راح تكون، والعمود الثامن راح تكون 8 أعمدة. من هذيك الأعمدة شوفوا اللي معايا ان شاء الله تكون واضحة الكاميرا، من هذيك الأعمدة 8 راح نديروا أعمدة واحدة أخرى في نفس، شوف نبداو في الغرزة الأولى، نخرجوا عمود، ومن بعد في نفس الغرزة عمود واحد اخر. سهل، شكل سهل. من بعد نروحوا نيشان الغرزة اللي من بعدها ثقبة،
نحطو فيها عمود، ومن بعد ندخلو بعمود واحد اخر نفس الثقب، وهكذا. نروحو للثقبة الثالثة نحطو فيها عمود، بعد نزيدو عمود واحد اخر في نفس الثقبة، ونروحو للثقبة الرابعة نحطو فيها عمود، ومن بعد نزيدو عمود اخر في نفس الثقب، وهكذا لأن ننتهي بشكل كلي من قاع الأعمدة، من قاع هذا الثقب. عمود سهل. بعد نزيدو عمود في اخر ثقبة، ونعاود واحد اخر، وهكذا الى نكملو حتى وين وصلنا. شوف خرجت معايا هذه البياسه. باه ما نطول معاكم، كانت عندي وحده مخدومه، كانت عندي زوج بيسك نستحقوا، وحده زوج، وحده نخدموا بها الخطره الاولى، وحده الخطره كيما زعما نكملوا بها العام، نغطوا بها العام. المهم باه ما نطول عليكم، راح نحط هذا على جانب ونبدا لكم في الخدمه اللي رايحين نخدموها في الاساس. هنا جبت هذيك اللي كانت عندي مخدومه، هذيك الطبقه اللي كانت مخدومه عندي، وبلاصيت ليها الخيط الابيض لان راح نستعمل دوكا كبه بيضاء، ربطتها عادي هنا. ودوكا راح نبدا العمل نتاعنا الاساسي. هنا هذه قلت لكم كانت عندي مخدومه من قبل، شكل سهل كيما شفتوا معايا دوكا. المهم راح نكمل هنا، راح نبداو نعملو سلسله تكون من 5 غرز، 1 2 3 4 5 غرز. من بعد نعاودو نشوف نجيبو الكروش ندورو كيما هكا غرزه، نعاودو الاخرى عمود، نعاودو الاخر. من بعد نروحو في نفس الثقبه هذيك اللي خرجنا منها بالسلسله، نثقبو فيها ونعاودو نخرجو بسلسله، عاود واحد اخرى عمود، استغفر الله، بعد عمود واحد اخر والعمود الاخر. من بعد كي نكملو هذاك العمود نعاودو نخرجو بسلسله تكون من 3 غرز، 1 2 3 في نفس المكان. راح نعملو اعمده تكون من 7 اعمده. بسم الله. العمود الاول كيما هكا، ونخرجوا به العمود الثاني. ركزوا معايا برك، راه حاجه سهله، سمحوا لي على التصوير راه هادئ. وهكذا وراح نديرو هكذا وهكذا. هذا الثالث. الان الرابع، الخامس والسادس والسابع. هنا راح بنفس الغرزه نروحوا هذيك الثقبه الاولى ونثقبوا فيها ونعاودوا نخرجوا هكا بمنزلقه، غرزه منزلقه. شوفوا كيما هكا طلع معايا هذا الشكل. شفتوا هذيك الاعمده؟ من بعد هنا نولي نخرج بسلسله تكون من 5 كيما الخطره الواحد، 2 3 4 5. من بعد نديرو عمود من 3 ونعاود نمشيو للغرزه الثانيه، هذيك الغرزه هذيك الثقبه الثانيه من العمل، نثقبوا فيها ونخرجوا بعمود. من بعد خرجوا بالثاني، من بعد الثالث. من بعد دوكا نخدموا سلسله تكون من 3 غرز، 1 2 3، ونعاودوا لهذيك العمود نديروا 7 اعمده. العمود الاول كما عملنا في الخطره الاولى، والعمود الثاني، والعمود الثالث، والعمود الرابع، العمود الرابع، والعمود الخامس، والعمود السادس،
العمود السابع والعمود 7 هذه نيشان. سمحوا لي ونعاودوا نفس الثقبه اللي كنا عملنا منها هذيك الغرزه الاولى، نعاودوا نخرجوا منزلقه كيما هكا. شوفوا معايا هكا. من بعد هنا نولي نروح نعاود نعمل 1 2 3 4 5 نفس الغرز اللي قلنا عليهم باش تزيدوا تستفادوا وتزيدوا تتعلموا. هي حاجه سهله ما يتوعره. نعاودوا نروحوا للثقبه اللي من بعدها ونعملوا نخرجوا بعمود من بعد عمود من بعد عمود 3 اعمده. ومن بعد نعملوا غرزه تكون من 3 1 2 3 سلسله. ومن بعد نعملوا عمود 7 اعمده. العمود الاول، عمود الثاني، عمود الثالث، عمود الرابع، العمود الخامس، العمود السادس، العمود السابع، العمود هذيك هي 7. من بعد نروحوا لنفس الغرزه وباه ما نطول عليكم راح نكملها ونجي نوريكم كيف خرجت. هنا بعد ما كملت الشكل الاخير شوفوا معايا للورده كيف طلع. شوفوا هنا كيف طلعت شكل ورده. المهم نروحوا لهذيك النهايه. كملنا العمل كما قلت لكم. نروحوا لهذيك النهايه ان شاء الله يكون واضح التصوير. شوفوا معايا هنا نروحوا لهذيك النهايه نخرجوا 1 2 3 سلسله. شوفوا معايا ونروحوا لهذيك السلسله هذه ندخلوا هكا ونخرجوا سلسله 1 2 3. ومن بعد نروحوا الاخرى وراءها السلسله الاخرى ونثقبوا فيها. بعد نخرجوا 1 2 3. شغل باه نلموها نلمدوا كاع هذيك السلسلات مع بعضهم نلمدوا لهذيك الورد ونروحوا لهذيك السلسله نعاودوا ندخلوا 1 2 3 وهكذا. نروحوا للسلسله المواليه 1 1 2 3. نروحوا خلف هذيك الورده نخرجوا بسلسله 1 2 3 ونروحوا الاخرى اللي بعدها ونعاودوا نخرجوا بسلسله 1 2 3 ونروحوا للسلسله المواليه. تابعوا مليح باش ما يتخلطوا لكم. 1 2 3 ونروحوا السلسله المواليه اللي بعدها. سمحوا لي انا كاع ما راه مساعدني التصوير. 1 2 3 نروحوا لهم وراها نروحوا لهذيك اللي وراها. شيء سهل جدا. نروحوا السلسله اللي وراها نروحوا اللي وراها وهي كذلك 2 3 نروحوا اللي وراها وهكذا نكملوهم كاع بشكل 2 3. سهل وسريع باه نلمدوا هذيك الورده.
الى اول وحده. شوفوا معايا هنا تلمذت معنا كاع، شكلنا ورده سهله. شوفوا معايا ان شاء الله تكون واضحه الكاميرا. شكل جد سريع وسهل ومتقن. شوفوا معايا طلعت معايا ورده ان شاء الله تكون واضحه الكاميرا. فينك يا الكاميرا كيما هكا. بعد اسمحوا لي اخر غرزه هذيك، اخر هذيك الغرزه نخرجوا فيها باه نقطعوا الخيط ونكملنا العمل. هنا كملنا الورده تاعنا، اصبحت جاهزه وسهله ان شاء الله تكونوا فهمتوا. برك الان راح دوكا نخدموا مع الورده الصغيره، عاوتاني تجي في الوسط. هذه الورده الاولى تاع كيما نقولوا الشوشه هذيك تاع الاطفال، نحطوها على جهه ونعاودوا نخدم معكم الثانيه هذيك الورده الصغيره الثانيه اللي يجي هنايا في الوسط. شوفوا معنا حاجه سهله وسريعه. راح نجيبوا الكبه الغوص، وراح انا كنت هنا بديتها نفس العمل نتاع هذه، نديروها ثاني في هذه نفس العمل نتاع هذا اللي كنا دايرين في هذه، نعاودوا نديروها في الاخرى الصغيره. صح حنا نديرو غير غرزه، غير غرزتي. الغرزه الاولى نتاع السلسله، ومن بعد هذيك العمود، والعمود هذا مكان، ومن بعد هنايا راح نركب الخيط الابيض كيما الخطره الاولى. حيدوا هذا نحو هذا الكبار على جهه، ونزيروا هذاك الخيط الابيض مع الزهري هذاك مع الغوز. ربطوه ربطه، كاين اللي يحب يربط وكاين اللي يبدا نيشان قطع هذاك الخيط ويبدا. انا نفضل اني نربط. المهم هنا راح نبدا معكم هذيك الورده الصغيره اللي يجي في الوسط. شوفوا معايا بسم الله. نكمل هذا اللون ونبدا. شكل سمحوا لي التصويره راه كاع مساعدني. هنا مشاهدي الكرام راح نبدا معكم الغرزه. راح نبدا سلسله متكونه من 5 غرز. 1 2 3 4 5. هنا نديرو عمود ونروحو نفس العمل انه مغاير شويه برك. نروحو لنفس الغرزه هذيك الثقبه ونثقبوا فيها ونخرجوا سلسله. شوفوا معايا ركزوا معايا. سلسله 1 2 3. من بعد نعاودو نديرو نفس العمل 1 2 3. ومن بعد نروح لنفس الثقبه نثقبوا فيها ونعاودو نخرجوا 1 2 3. ومن بعد نبدا نعملو سلسله 1 تكون من 5 2 3 4 5. ونروحو نهبطو لهاديك نفس الثقبه ونثقبوا فيها ونخرجوا بنفس الخيط، نفس الخيط اللي دخلنا به. شوفوا معايا ركزوا ها، ونخرجوا نفس الخيط ها. شفتوا معايا. نعاودو نديرو سلسله تكون من 5 1 2 3 4 5. ونديرو عمود 2 اعمده ونعاودو نهبطو، نعاودو نثقبه واحده اخرى جديده دخلوا فيها هكا. ومن بعد نخرجوا غرزه
وغرزة تانية وثالثة، ونعاودو ندورو على هذاك 3 أعمدة ونعاودو في نفس الثقبة ندخلو، بعد نخرجو الغرزة الاولى الثانية الثالثة، وهكذا نعاودو نحطو عمود في نفس الثقبة، نعاودو ندخلو غرزة، نخرجو بغرزة، نخرجو بالثانية والثالثة الى اخر وحدة، نعاودو نديرو سلسلة متكونة من 5 غرز، 1 2 3 4 5، ونهبطو في نفس الثقبة ونعاودو نخرجو بنفس هذاك الخيط اللي دخلنا به في الثقبة هاك، وهكذا نعاودو نديرو سلسلة تكون 5 1 2 3 4 5، ونعاودو نديرو 2 أعمدة ونهبطو بها في الثقبة الجديدة، مش هذيك، نخرجو بعمود الاول، عمود الثاني، عمود الثالث، ونعاودو نديرو 2 أعمدة وندخلو، نخرجو بعمود الاول الثاني والثالث، نعاودو نفس الخطوات الاول الثاني الثالث، وكهنايا نديرو سلسلة تكون 5 1 2 3 4 5، ونعاودو في نفس الثقبة نروحو نثقبو ونخرجو بهذاك نفس الخيط ونحتفظو به. شوفوا معايا وركزوا مليح، اخر واحدة راح نديرها به تتعلموا، تركزوا مليح وتفهموا، سهلة، حاجة سهلة ماشي حاجة اللي واعرة. شوف الموردات صح، اخر واحدة ومن بعد نكملها باه لي الوقت. 1 2 3 4 5، ونهبطو بعمود 2 أعمدة ثقبة جديدة، ونعاودو نخرجو عمود، عمود ثاني ثالث، وهكذا 1 2 3 أعمدة وسلسلة 1 2 3 4 5، ونعاودو نشاو داك الثقبة ونخرجو نفس، نكمل هاد الوردة الصغيرة ومن بعد نقول لكم لضيق الوقت. رجعنا معاكم هنا، كملت الوردة الصغيرة بشكل سريع وبسيط وسهل. لاحظوا معايا ان شاء الله تكون واضحة الكاميرا، سمحوا لي على التصوير. بسيطة بشكل بسيط، تقدري في نصف دقيقة تكمليها. هنا هذه الوردة الصغيرة اللي صنعتها دوكا، وهذه كبيرة اللي صنعتها هي الاولى. انا نحط وردة على وردة، نستناو نحي هاد الزوائد. شوفوا معايا هنا، هذه الوردة الكبيرة وهذه الصغيرة نحطها كيما هكا. شوفوا معايا هنا الشوشة كتجي هاي، ان شاء الله تكون واضحة الكاميرا. هنا راح نجيب الليبول، عندي هاد ليبوكات الصغار، شوفوا هادو راح تستعملوهم، وعندي هاد ليبول كبقى خيط، راح ندخل خيط في الخياطة، عندي داخل قلبه مي خيط عادي، الاحسن يكون ابيض على حسب اللون تاع الصوف ولا لا. راح نجيب حبة من هاد، حبة واحدة من هاد الليبول اللي عندي، هذا يتباع بالميزان في المحل، باش غالي 5000، هذا قيس 5000 راني استخدمتها. راح ندخل هنا وندخل في هذيك ليبول اللي عندنا
ومن بعد ندخل في نفس الثقبه الثانيه عفوا، هذاك نبلاصيها كيما هكا. شفتوا معايا شكل. نعاودو خياطه واحده اخرى باه تجي مزيره. باش ما تبان الخياطه. شوفوا معايا نعاودو نخرجو تنزيروها مليح. انا نبغي خدمتي متقونه ومزيره، راح نخدمها على ثلاثة. بعد اذا حابين تكملوا تبلاصوا هذيك الورده في اختها ماشي مشكل بالخياطه. انا نكمل. لا تنسوا الصلاة على الرسول. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ورمضان كريم. لا تنسونا بدعاء الخير ان شاء الله. متتبعي الكرام يعجبكم هذا الفيديو تعجبكم هذا المشروع البسيط وتجربوه، وان شاء الله يكون في متناول الجميع. ولا سيرتو البنات يحبوا الكروشي بزاف راه ساهل. شو هنا لوراها ديرو هكا عقدات باه تصير مليح. ونكونوا قد كملنا. نقطعوا هذيك الخيط. بعد نجيبوا هذيك الشوشه نتاعنا. شوفوا هذا وراها هذا وهذا الامام. شوفوا كي يجي تخرج هاي التصوير راه غابني وهي شابه بزاف. شوفوا معايا وحده شي راكبه على الاخرى. هاد شوف هنا كنت خدمت معاكم هاد الطبقه اللي وحدها قلت لكم. هذه كنت خدمتها قبل. هذه غير كيما اللي بدينا بها بصح. هذه دوكا شوفوا كيف عملت لها. صيرها باه ما تنحل. قطعوا هذاك الخيط الزايد. شوف طبقه هذه لهنا بلاصوها هنا مسدس. نحطوا هذا سمحوا لي كنت نسيت ما قلت لكم باش تستعملوا هاد الستيكات الصغار. هاد الشوشات راهم يتباعوا بكثره ماشي حاجه اللي غاليه. اي لون تختاريه مثلا هذه بالابيض. حطوها كيما هكا ونحطوا عليها ونلصقوها مسدس. نقول لصقها ونرجع معكم. مسدس للخياطه. وهنا راني لصقتها ورجعت معاكم. شوفوا بالمسدس تاع الخياطه بحيث تستخدميها للشعر. اطفال الصغار. سهله وبسيطه. شوفوا معايا هذا الامام تاعها. مشروع جد مربح وسهل في رمضان ان شاء الله. شوف روعه يا البنات ما نحكي لكمش. هذه كانت عندي مخدومه من قبل اللون الابيض والاصفر. ثاني كنت مركبه ليها. وهذه تاني كنت عندي. مشروع جد مربح. وهذه هنا صغيره. تقدري يا البنات هكا تقدري تخيطيها غير بيديك. لما تلصقيها بالبيستولي تخيطيها نورمال، ولا تخدميها بالكروشي تخيطيها بالكروشي. هذه الصغيره. وهكذا نكون قد كملت معكم. ان شاء الله تعجبكم الفكره وان شاء الله يعجبكم هذا الخدم. وان شاء الله ان شاء الله يا ربي نكون ان شاء الله ان شاء الله نكون اللي بلغهم ربي برمضان. وسمحوا لي على الاطاله وشكرا لكم. ولا تنسوني من الجام والكومنتات وتعليقاتكم المحفزه اللي تفرحني وتشجعني وتخليني ان شاء الله نكون في احسن الاحوال. شكرا لكم وربي يحفظكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وشكرا الى لقاء اخر. وشكرا.